السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. وحشتوني كتير كتير جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة هنعمل غدوة جميلة كده مع بعض، هنعمل غدا مع بعض، نفكر بعض بالأكلات الجميلة المصرية. بس قبل ما نشوف الغدا بتاعنا، لو اول مرة بتشوفي قناة مطبخ ام عبده ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس، وكمان تدوسي على كلمة الكل. حطوا لايك قبل ما نخش على الفيديو. هنا حبايبي معايا حلة على النار، حطيت فيها كده معلقة سمنة، معلقة حلوة كده سمنة، معلقة كبيرة. وهبدأ اجيب بصلتين كبار واقطعهم قطع بالشكل ده يا حبايبي، وكمان معايا طماطمية برضو هقطعها مكعبات. وهنشوح بقى الطماطم والبصل بمعلقة السمنة. معايا هنا كده قرن فلفل حامي، ده اختياري مش اجباري، عندك قرن فلفل انزلي بيه. وهنشوح كده البصل والطماطم والقرن الفلفل مع معلقة السمنة، هنديها تشويحة كده يا حبايبي مع بعض. هنا هنبدأ ننزل بورق رولي او حبهان، عندك ورق رولي عندك حبهان انزلي بيه. انا في الوقت ده ما كانش عندي حبهان فاستكفيت بالورق الرولي بس، ونزلت بيه شوية توابل لحمة. احنا هنعمل لحمة مع بعض يا حبايبي، بس عايزة اللحمة تكون مدية طعم حلو للشوربة، فانا ما بحبش اكتر في التوابل، عايزة طعم اللحمة. فانا نزلت بالبصلاية شوحتها مع الطماطمايه مع قرن الفلفل مع ورق رولي ومعلقة صغيرة خالص توابل لحمة. اديناها تشويحة كده بمعلقة السمنة ونزلنا بيه اللحم حبايبي. برضو هنشوح اللحمة مع البصل والطماطم والورق رولي، هنديها تشويحة. هعمل لحمة معاكم بشوربة جميلة جدا، تاكلي احلى شوربة تكون طالعة من اللحمة، شوربة صافية ما شاء الله ما فيهاش ريحة زفارة. طبعا قبل كل ده اللحمة احنا غسلينها كويس جدا. في ناس يقولوا احنا بنغسلش اللحمة، بنجيبها من الجزار بنحطها على النار على طول. لا، انا بغسلها الاول، بغسل اللحمة كده بديها شطفة بس من مكان ماسك الايد. هنا شوحنا اللحمة حبايبي زي ما انتم شايفين كده مع البصل والطماطم ورق رولي مع معلقة السمنة. عندك زبدة انزلي بيها بدل السمنة. اديتها تشويحة وهديت النار وغطيت عليها، وكل شوية اديها تقليب. انا عايزة اللحمة تنزل المية بتاعتها، انا ما حطيتش مية خالص، دي المية اللي نازلة من اللحمة. هنبدأ ننزل بقى ايه لما لون اللحمة اتغير، بدأت اللحمة كده تدي لون معانا. هبدأ انزل بالتوابل. ما تنزليش بالتوابل في الاول عشان هتسود اللحمة. لما اللحمة اتشوحت مع البصل قمت نازلة بالتوابل. التوابل بقى اللي موجودة عندك، انا بنزل بيه توابل فلفل اسود وكمون، وعندي برضو ورق رولي مطحون. قلبت كويس جدا. عندك جوزة الطيب انزلي بيها، بتدي برضو طعم حلو قوي اللحمة. برضو هنشوح مع بعض كده التوابل مع البصل مع الطماطمية اللي انا قطعتها مع ورق الرولي مع اللحمة. المية اللي نازلة دي كلها من اللحمة، انا ما حطيتش لغاية دلوقتي مية خالص. مهدين النار وكل شوية بقلب اللحمة كده بديها تقليبة، يعني اللحمة تتشوح مع البصل لحوالي كده 10 دقايق ربع ساعة. لما احس اللحمة خلاص نزلت المية اللي فيها كلها وشربتها تاني، هبدأ انزل بقى بالمية. ننزل بمية سخنة يا حبايبي. بفكرك لو انتي اول مرة تشوفي قناتي اعملي اشتراك قصاد اسم القناة، تلاقي مطبخ ام عبده مكتوب جنبها كلمة اشتراك باللون الاسود، هتدوس عليها كده انت اشتركتي في قناتي. لما اجي انزل فيديو جديد هتعملي بقى ايه، هتدوسي على كلمة على الجرس، ده اشعار يجيلك لما انا اجي انزل فيديو، يوصلك اشعار اللي انا نزلت فيديو.
تكوني من متابعيني، اول ما انزل فيديو هيجيلك اشعار على طول. هنا يا حبايبي معايا كوسة هنعملها مع بعض. طبعا التخديع الفيديو الوقت ده كان اتمسح مني. انا كنت شوحت بصلايه بمعلقتين سمنه ونزلت عليها بالطماطم، يا دوبك الطماطم خدت غلوه ما خليتهاش اتسبكت. انا بعمل الطبيخ يعني يدوب يعني ني في ني. الطماطم خدت غلوه وقمت نازله عليها بالكوسه. الكوسه انا بحب اقطعها كده يا حبايبي عشان ما تكونش كبيره. طبعا الكوسه مفيده للاطفال وللكبار. الخضار ما شاء الله مفيد. الكوسه كمان مفيده للقلب. هنسيبها كده وهنعمل بقى ايه شويه رز. طبعا كوسه ولحمه يبقى عايزه شويه رز بالشعريه، يعني شويه رز كده مفلفلين اللي على اصوله. يعني حطينا معلقه سمنه وشويه زيت. انا لما بعمل الرز بعملها بسمنه وزيت. هتفرق معلقتين الزيت دول هيفرقوا مع الرز. نزلت بيه كوبايه شعريه هشوحها كده وهي هنحمر الشعريه مع بعض. في الوقت ده الكوسه كانت اتشوحت كده مع الصلصه. هديها كبشتين 3 شوربه وهدي النار عليها ومش هديها شوربه تاني. خلاص كده انا استكفيت بالصلصه بتاعت الكوسه، ونهدي النار خالص عليها ونسيبها بقى تستوي مع نفسها. طبعا الكوسه لسه هتنزل السوائل بتاعتها، الميه بتاعتها. ننزل بالتوابل ملح وفلفل اسود بس، واديها التقليبه واغطي عليها خالص واسيبها مع نفسها، ما بديش شوربه تاني. هنا بقى معايا الشعريه بنحمرها مع بعض. دي حوالي كوبايه شعريه، بعمل عليها مثلا حوالي كوبايتين ونص رز او 3. في بيحب يعمل الشعريه كتير، انا بحبها يعني وسط كده. هنا نزلت بالتوابل على الكوسه. لو عندك بقى واحدة ماجي، بس انا عندي الشوربه فمش محتاجه ورقه ماجي. هنا الشعريه كانت اتحمرت اللون الذهبي الجميل ده. هنبدأ ننزل بيه الرز، كنت غسلاه كويس ومصفياه. تنسوش تحطوا لايك للفيديو عشان الفيديو يترفع، ومستنيه الكومنتات الجميله بتاعتكم حبايبي. هنشوح بقى الرز مع الشعريه. التكه ديت اللي بتخلي الرز بتاعك بيكون مفلفل ومش معجن معاكي. بتكون الرزايه ما شاء الله كهرمان كده، يعني الرزايه مفلفله معاكي. هنشوح الرز مع الشعريه، الرز يشرب السمنه لغايه ما تحسي بالطشه اللي خلاص ما عادش فيه ولا نقطه. نبدأ ننزل بقى بالشوربه او ميه حسب ما انت حابه. فانا كنت عايزه الشوربه فنزلت بيه كوبايتين ميه. بالنسبه اللي ما يعرفوش يعملوا الرز وبيطلع معجن معاهم، انت بتنزلي بميه يدوبك تغطي الرز. شايفين انا بلم الرز من الجناب كده عشان اعرف معيار الميه بتاعي. بتغطي الرز بعقله. هننزل بالملح عشان نقلب كده، والملح بتاعنا يدوب واحنا بنقلب، ونظبط معيار الرز بتاعنا. رز يعني طريقته سهلة جدا بالنسبة للبنات المبتدئين لسه في دخول المطبخ. التكات البسيطة دي بتفرق معاكم اهو يا حبايبي. وهنا الاكل كان استوى معانا. الاكل يعني احنا بنفكر بعض بالاكلات المصرية الاصيلة دي، ما يعني نغيب عنها ونرجع للاكلات المصرية الجميلة. الكوسة ديت يعني انا من عشاق الكوسة. وعملنا رز بالشعرية جنبها. شايفين الرز ما شاء الله مفلفل، والكوسة كمان. اكل الجميل العسل المصري ده وشوية شوربة روعة، ولا فيها ريحة زفارة
ولا لون الشوربة غامق. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله الشوربة صافية معانا، وليمونة بقى نعصرها على الشوربة واللحمة. ما شاء الله احلى اكلة دي والله. نغيب بالاكلات الجديدة والاكلات اللي احنا بنقعد نفنن فيها، ونرجع برضو للاكل المصري الجميل بتاعنا. حطوا لايك بقى للسفرة الحلوة دي، للصينية الحلوة دي، وتعالوا تفضلوا معانا. الف هنا وشفا على اللي شاف، والف هنا وشفا على اللي هياكل منها. حبيت بس احنا بنفكر بعض بالاكلات المصرية الجميلة، ومستنية الكومنتات الجميلة بتاعتكم. وما تنسوش قبل ما تخرجوا من الفيديو